وللتوسع عمقا في النقاش مع ضيفي معي مباشرة من شمال شرق سوريا محمد خاجو عضو لجنة المهاجرين في سريكانية. سيد محمد، أهلا ومرحبا بك على شاشة اليوم. أهلا بك وجميع المشاهدين قناة اليوم. أهلا بك. بداية سيد محمد، في سياق التصريحات الصادرة عن قائد قوى الأمن الداخلي وأيضا مسؤول الحكومة من قبل الحكومة على عودة المهاجرين، هل هناك ضمانات لعودة هؤلاء النازحين؟ لأننا نرى في بعض المناطق التي تم عودة المهاجرين أو النازحين إليها يرتكب بحقهم ممارسات بشعة. مرة ثانية أشكرك وأشكر جميع طاقم قضايا قناة أهلا بك. اليوم. في البداية أريد أن أتحدث عن الموضوع المنطقة السريكانية. نحن كلجنة المهاجرين السريكانية منذ احتلال المدينة من قبل فصائل تابعة لدولة تركيا إلى اليومنا هذا نتابع بشكل مكثف الأوضاع الأمنية داخل مدينة السريكانية. إلى هذه اللحظة نقول بشكل صراحة لم يوجد الأمن والأمان في مدينة السريكانية لعودة المهجرين. يعني هناك مطالب واسعة من قبل الأهالي السريكانية ومن قبل لجنة المهاجرين. إذا لم يتوفر هذا الأمن والأمان العودة كريمة إلى سريكاني لم يتحقق، وهناك شروط من قبل لجنة المهاجرين. إذا لم يتحقق هذا الشروط لم يكون هناك العودة آمنة. كلنا نعلم أن هناك اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية وحكومة سوريا المؤقتة بخصوص العودة جميع المهاجرين بما فيها مهاجرين راس العين السريكانية، ولكن هناك خطوات على الأرض لم يقوم فيها الحكومة المؤقتة في مدينة السريكانية، وهي إخراج جميع الفصائل التابعين الذين احتلوا مدينة السريكانية والذين منذ سنوات يقومون بانتهاكات بحق المدنيين وحرق المنازل الكرد وتهجير المكون الكردي في منطقة السريكانية راس العين. يعني وهناك من قاموا بمجازر بحق الأهالي وأسماء موجودون لنا، وهناك بعض العناصر تابعة لتنظيم داعش إلى الآن موجودين في مدينة راس العين. فكيف نتحدث عن العودة الآمنة وهناك أشخاص ومقاتلين الأجانب موجودين في مدينة راس العين؟ كان هناك اليوم اجتماع من قبل الوفد الرئاسة، يعني الممثل عن رئاسة الحكومة السورية المؤقتة بمدينة السريكاني راس العين، واجتمع مع بعض المحتلين المنازل الكرد في مدينة السريكانية، طلبوا منهم بالخروج من مدينة السريكانية. هناك رفض من قبل هؤلاء المرتزقة في مدينة السريكانية، وهددوا على وسائل التواصل الاجتماعي بأن إذا أتوا أي مهجر من سريكانية من سكان الأصليين إذا كان كردا أو عربا أو سوريانا سيقومون بحقهم بقتلهم أو خطفهم وحرق منازلهم. لهذه السبب نحن كلجنة المهاجرين لم نرى أن الأرضية مناسبة لعودة المهاجرين إلى الآن. طبعا. طيب، لماذا كل هذا التعنت من قبل الفصائل المتواجدة في مدينة سريكاني رأس العين؟ هل هي نتيجة الأوامر التركية أو التدخلات والإملاءات التركية المباشرة عليهم؟ طبعا نحن نرى ان يعني اليوم الحكومه السوريه طلبت من الفصائل الذين هم ليسوا من سكان السريكاني ولا ليسوا هم صله بمحافظه الحسكه كامله، طلبوا منهم بخروج، هنون رفضوا الخروج من مدينه السريكاني، وهذه دليل واضح بان المجموعات التابعه للاحتلال التركي ياخذون اوامرهم من دوله تركيا. اذا تركيا لم تطلب منهم بخروج هم لم يسمعون لدوله تركيا، فدوله تركيا عم تقوم بتدريب هذه الفصائل الموجوده بمدينه السريكانيه، واوامرهم وتعليماتهم تأتي من تركيا. فهناك تركيا تستغل الملف، خاصة ملف المهجرين بمنطقة رأس العين وتل أبيض، والحكومة يعني المجالس المحلية إلى طيب الآن في مدينة السريكانية وتل أبيض سيد يأخذون محمد، خليني أوامرهم استغل بشكل وجودك مباشر من معي تركيا. بسؤال أخير من فضلك، أعتذر على المقاطعة. في حال يعني كما قلت أنت ذكرت في حديثك أن الحكومة السورية الانتقالية جلست مع الفصائل المتواجدين في سريكانية وفشلت في إقناعهم بالخروج منها. في حال إذا استمر هذا التعنت، ما الخطوات القادمة في سبيل عودة المهاجرين واللاجئين إلى مدينتهم أو مناطقهم الأصلية في سريكاني رأس العين وباقي المناطق الأخرى؟
على الخطوات التي تقع على مسؤولية القوات الأمن الداخلي والحكومة السورية المؤقتة بإجبارهم على خروج هذول الفصائل. إذا لم يخرجون من مدينة سريكانية فهناك رفض شعبي من قبل أهالي سريكانية على بقائهم في مدينة سريكانية. نحن قمنا كلجنة المهاجرين، طلبنا اليوم بوضاحة لقوات أمن داخلي، كونه نحن ومشاهدين قناة اليوم يعرفون أن راس العين منطقة مرتبطة بمحافظة الحسكة كإداريا كجغرافيا، وهذه مطالب الأساسية أن تقوم قوات الأمن الداخلي إلى مدينة سريكانية، وقوات الأمن الداخلي تأخذ أوامرها بشكل مباشر من الحسكة وفتح طريق الذي يؤدي إلى مدينة سريكانية عن طريق درباسية أو بطريق الحسكة. يعني هذه المطالب الأساسية، وعلى الحكومة السورية إجبارهم بخروج الفصائل من هذه المدن المحتلة. طيب، أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات والإيضاحات. كنت معي مباشرة من شمال شرق سوريا محمد حاجو، عضو لجنة المهاجرين في سريكانية.